شوط أول أقسم بالله كنا نطلع منه كسبانين. سيراميكا يا جدعان جابت، يعني هي ما عملتش فرص، ما عملتش الخطورة اللازمة والكافية على مرمى الأهلي. هي كرة واحدة بتهيألي من إسلام عيسى اللي عملها لمروان عثمان، مش فاكر مين اللي عملها له، بس هي كرة واحدة بينية، كرة كثيرة للخطوط. مروان عثمان جري في ظهر الدفاع وخطف المدافعين وراح حطها في الشناوي، طلع خاطئ من الشناوي انا عارف، لكن الشوط ده قسما بالله الاهلي يطلع منه كسبان، كسبان واحد واتنين كمان. الاهلي ضيع فرصتين وسجل جول وتهاون شويه بعد ما سجل الجول، لكن شوط اول عالمي من الاهلي. مش عايزه اقول لك عالمي، لكن شوط اول حلو. انا والله ما اعتقد ليه اللعيبه عملت اداء النهارده وفي الشوط الاول ولعبت وكانت خايفه فعلا من الجمهور. اللعيبه النهارده، لعيبه الاهلي النهارده كانت بتلعب الشوط ده او ال 45 دقيقه اللي احنا اتفرجنا عليهم دول خايفه من الجمهور. اقسم بالله اللعيبه بتلعب بروح وخايفه على تيشيرت النادي الاهلي وعايزه تاخد البطوله علشان تصالح بيها الجمهور، علشان خايفه يخسروا البطوله والجمهور مش هيحلهم. فانا مش هنتقد يا ابني عشان الناس بس اللي بتقول لي انت على طول بتنتقد. اقسم بالله ما بنتقد، بقطع في اللعيبه. يا ابني انا النادي الاهلي انا عايزه يبقى احسن اكتر. هو كده كده احسن نادي في العالم، مش عايزه، هو كده كده احسن نادي في العالم. انا عايزه ما يخسرش بطوله. فانا اكتر واحد عايز الاهلي ما يخسرش بطوله. فانا مش معقول ان انا هفضل اقطع في اللعيبه علشان ما يكسبوش بطولات، لا. انا هفضل اقطع في اللعيبه او هنتقد في اللعيبه علشان يكسبوا بطولات، علشان انا خايف على النادي الاهلي. فشوط حلو من النادي الاهلي. انا لما بلاقي حاجه حلوه بقول، مش على طول داخل انتقاد انتقاد انتقاد. اللعيبه النهارده لعبت بروح، شابوه لعيبه النادي الاهلي، لكن نشد شويه في الشوط الثاني، نشوف حلول، تبديلات من على الدكه. نزل بالرمضان، طلع ديانج او مروان عطيه، وانا بالنسبه لي طلع مروان عطيه ما كانش ظاهر قوي في الشوط الاول زي ديانج. طلع مروان عطيه، نزل بالرمضان، طلع حد من الخط الهجومي، نزل امام عاشور او حد من الخط الدفاعي لو لسه متعادلين، والعب بثلاثه في خط الدفاع ونزل امام عاشور، يبقى عندك زياده هجوميه. نفسي اشوف تبديلات وحلول اضافيه في الشوط الثاني. على الاقل نزل بن رمضان في ما بين الشوطين، قبل ما الشوط يبدا يكون بن رمضان لعب الشوط كله مع النادي الاهلي، وامام عاشور نزله في الدقيقه 60، يديله فرصه لعبه، خليه ياخد على ارضيه الملعب من جديد، ياخد على رتم الماتشات، عشان ان شاء الله يلعب معانا النهائي. لعيب مهم جدا، لعيب هنخسره بشكل كبير جدا في النهائي لو ما لعبش. فانت لازم تنزل بن رمضان في الشوط ما بين الشوطين، لان بن رمضان ما ينفعش يقعد وتنزل امام عاشور مثلا في الدقيقه 60، في الدقيقه 65 كده، ياخد حساسيه الماتشات من جديد. فشوط اول حلو من النادي الاهلي، كنا نطلع كسبانين، ما كناش نستاهل الهدف ده، لكن شابوه لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله في الشوط الثاني نشد شويه ونلعب كوره ونسجل